ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قولولي ايه رأيكم كده قبل ما نبدأ نعمل الساندوتش ده في المطة وفي شكل البيض والساندوتش القمر ده. انا بحب البيض جدا، فمعظم فطاري هتلاقوا فيه بيض. فيلا بقى نبدأ نعمل الساندوتش الجميل ده المشبع الصحي اللي هيخسسك كمان. يلا، في طاسة على النار كده حطيت معلقة زيتون وضربت بيضتين ونزلت بيهم وسبتهم لحد ما يستووا كده شوية. وجبت بقى نص رغيف العيش البلدي اللي من فوق، جبت الوش بتاعه وحطيته على البيض وقلبته الناحية التانية. سبته ياخد تحميصة بسيطة كده، وحشيت بقى من جوه لانشون فراخ وشريحة جبنة رومي وقفلت عليهم وسبتهم كده ووطيت النار لحد ما الجبنة الرومي من جوه تسيح وتبقى بتشد معايا كده. ويا سلام لو عايزة مطة بقى اكتر تحطي شوية جبنة موتزاريلا. وبعد ما استووا كده والجبنة اتأكدت ان هي ساحت، طلعته حطيت معاه زيتونية وكوباية مية كبيرة. طبعا لازم كوباية المية قبل الفطار عشان تحسي بالشبع. قولولي بقى كده ايه رأيكم في الجبنة وهي بتمط؟ ولو زودتي كمان شريحة وشوية جبنة موتزاريلا هيديكي مطة تحفة. غير انه كمان هيشبعك، والبيض صحي ومفيد جدا، وعادي لما تفطري كل يوم بيض مفيد جدا للجسم. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو لايك وشير، وتستنوا فطار جديد.